السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين هو اللي بيقعد هنا هو اللي بقدم جاي النهارده هو النهارده في الشير رايك في الشير في القناة وتدعمونا وتدعموا القناة بتاعتنا على قد ما تقدروا. احنا بنكبر بدعوكم. ازيكم عاملين ايه؟ والنهارده موضوع جديد جدا جدا جدا. اتفضلي يا أبلة نهى. مواقف وطرائف. ده النهارده ان شاء الله موضوع الحلقه بتاعتنا على المواقف والطرائف. يعني ايه؟ في حاجه بتقابلنا في الحياه، بتقابلنا في المواصلات، في طريق، في يعني مواقف، يعني في تقدم وفي رقي في كل شيء، حتى في الشحاته حد يفتن علينا حتى في الشحاته بس في تقدم ورقي كبير جدا جدا جدا. يعني واحنا لسه قاعدين زي ما احنا ما طلعناش القمر. زي ما احنا يعني بسم الله ما شاء الله. يعني الناس على فكره دي الشحاته دي شغل. ازاي الامريكان بيقولوا احنا طلعنا القمر؟ اساسا ما فيش عيش على القمر. مش عارفه بصراحه الموضوع صح؟ مش عارفه ازاي؟ الشحاته اشتغاله برضه بقت شغل، بقت وظيفه للناس. يعني انت بدل ما وظيفتي ان انا مثلا ابيع خضار، اشتغل في اي حته، اروح مش عارفه فين اجيب منين، بعمل اي حاجه. بقت شغلانه شريفه. صح. يعني شغلانه ازاي؟ ما حابه اعرف بس شغلانه ازاي. يعني ما واحده مثلا تخش المترو منقبه وتشحت وما معاش ويا عيني وبربي ايتام وبعمل وبسوي، وتنزل لك من المترو تروح تركب توك توك وتقلع النقاب وتغير الهدوم وتلبس حلو وتمشي. ايه يا حاجه اللي انت ايه ده؟ ما ده شغل يا ابني. شغلك. طب يعني شغل ايه؟ يعني شغل ازاي تمد ايدك للناس اساسا؟ تمد ايدك للناس وتزيد ممكن على فكره البني ادم اللي بيطلع لك الجنيه او المبلغ اللي ربنا قدره عليه ساعات ما بيبقاش معاه الا هو، بس انت صعبت عليه طلعهولك. انت سرقتي من جيبه. انت كده ده اسمه سحت. ايوه يعني ده اسمه سحت. ليه يعني؟ طب ما انا عندي اطلع اشتغل احسن بكرامتي. يعني انا بصراحه اللي خليني امد انا كنت ما اشوف اي حد بصراحه كان بيصعب عليا. لقيت جوزي بيحكي لي بيقول لي بيحصل مواقف قدامي. يعني هو بيقول لي احنا كنا واقفين في البنزيمه لقينا 2 شباب ومعاهم واحده باين نايمه في العربيه من ورا، عامله نفسها ان هي عامله نفسها حامل يعني ولد حامل ولد بنت. طب حلو. ولد انت شفتوه؟ بنت ولد ولا بنت؟ وبيقولوا ده احنا عايزين نفول العربيه يا جماعه. ساعدونا. انا حامل، لو انا حامل في ولد اديله 50 جنيه، لو انا حامل في بنت ادوني 100 جنيه. ولا هديك ولا في ولا جنيه. ولا انا واد يا بنت. صح. فبقول بيلموا احنا عايزين نفول العربيه عشان يعني انت بتشحت مني عشان تروح تفول العربيه؟ ان شاء الله انا مش عجله. انا عارفه انت ما مشيت ولا تبقى تمشي يا اخوي. اما انت عايز مني تشحت مني عشان تروح تفول العربيه بتاعك. لا والجديده بقى، يعني الجديده اللي هي ايه اسخم وادل. واحد رايح بالفيزا بتاعته مع فيزه البنك الاهلي ما لقاش فيها فلوس. فراح يقول لي يا جماعه انا ما لقيتش القبض بتاعي اديني فلوس عشان اروح. ازاي بقى؟ مش من واحد. يعني بص الذكاء. يعني انت شغال او الله اعلم انت اكيد معاك الفيزا دي مش هتبقى فاضيه، تبقى فيها ايه؟ فيها رزم دولارات. هي رزمه ولا رزمه ولا بنك الامارات هات. نفسي يبقى ليا فيزا وخلاص. طب يعني وجاي تقول للناس ادوني عشان اروح مواصلات؟ اقسم بالله العلي العظيم لو انا همشي عمري كله ما اقول لحد اديني فلوس وانا معايا فيزا. ده لو انا مش معايا، لو معيش فلوس انا لو انا مش معايا اساسا، وما اقولش لحد انا ما معيش فلوس او ان انا اركب عربيه من غير ما ادفع. يعني انا حصل معايا موقف والله، كنت رايحه اكشف على ابني ومعيش فلوس المواصلات. فيعني عرفت ان المواصلات غلت فنزلت من العربيه علشان ما تكسفش نفسي واديته على قد المشوار اللي انا ركبته قيمته وبعد كده مشيت. اقسم بالله كنت رايحه اعمل لابني عمليه ازاي. طب يعني ليه يعني اكتشفت ان انا ما كانش معايا فلوس ساعتها واكتشفت ان المواصلات غلت. الشحاته بقت شغلانه دلوقتي، بقت يعني هي شغل للناس يعني. وبرده كنت مسافره انا ووالدتي في الميكروباص، واحد جاي يقول يا جماعه انا مريض السكر وادوني فلوس اعالج ابني. طب هو عشان انت مريض السكر حرام تشتغل؟ ولا ايه يعني؟ وبعدين ما يعني انا شفته منظره ولا مريض سكر ولا مريض حتى شاي ولا قهوه ولا اي حاجه. والله العظيم يا جماعه بشوف كان بيشرب ازازه ميه معدنيه. والله احنا ما اشترينا ازازه الميه المعدنيه دي. والله العظيم يا جماعه. يعني انا بشوف يعني حركات في الشارع بتحرق دم الواحد. ولاد شباب وعاملينها دي شغلانتهم. ليه بتذلي نفسك او تذلي نفسك ليه؟ وبنات بسم الله ما شاء الله صحتها حلوه وما شاء الله، مش ان هي تعبانه ولا حاجه. يعني انت طب ليه تطلعي تذلي نفسك ولا انت تمدي ايدك لحد؟ طب ما تروحي والله لو اشتغلت في البيوت. او برضه والله العظيم ابني بيقول لي يا ماما ده في 2 حريم شايلين ولد، يقول لك ده احنا كنا في القطر واتسرقنا وما عملناش فلوس.
يعني الدنيا دي كلها سرقتك وسرقتك انت يعني، او سرقتك انت يعني. وليكن يا ست اتسرقت يبقى انا هلف بقى في الاسواق واقول انا اتسرقت وبتاع لا اله الا الله. ليه كده يا جماعه؟ ليه احنا بقينا وحشين كده؟ ليه بقينا عايزين قاعدين كل حاجه تجيلنا على الجاهز؟ اقسم يعني بالله بيقولوا في ناس بتشحت عندها عمارات. والله العلي العظيم انا عارفه، والله انا عارفه، اقسم بالله يمين حاسبني على ربي. انا عارفه واحده ست جارتي، مش يعني هي مش، انا عارفه جارتي بس هي ست كبيره، هي ماتت الله يرحمها، كانت بتشحت والله وعندها بيت ملك والله، وكل ولد من ولادها قاعد في شقه من بيت الملك، وكانت بتروح تشحت. يعني الناس يا جماعه يعني الموضوع مش حابب الشغلانه، يعني بقت شغلانه. ليه بنستبيد الناس؟ ليه بنستبيد بعضنا الناس بطريقه الشحات؟ لدرجه ان احنا بنقول يا رب ولله وعشان خاطر ربنا، ويا رب لها تحج ويا لها تعمل ما ممكن الكلمتين دول يكون واحد مش في جيبه ولا 5 جنيه ويطلعها لك، وهي اللي مش معاه الهيئه، وانت صعبت عليه وطلبها. ليه بنتاجر باسم الدين؟ ليه ضيعنا الدين بتاعنا والاسلام بتاعنا عشان خاطر فلوس وعشان حاجه ما تستاهل؟ ماشي الفلوس هي بتمشي حياتنا، بس لو رفعت ايدك وقلت يا رب ربنا هيديكي، انما انت كده طبعا بتسرقي، بتمد ايدك وتسرقي، او بتمد ايدك وتسرقنا، وربنا بيبقى اللي عالم بالواحد. ليه تحط نفسك في موقف ان انا ممكن هكسفه واقول له معيش فلوس؟ يعني بصراحه انا كنت عايزه اقول له طب ما انت زي العسل لما تطلع تشتغل احسن. يعني هو لو جاب فوطه ومسح بيها ازاز العربيه وخد من السواق جنيه، احسن ما يمد ايده ويقول انا عايز جنيه. انا بشوف ناس كبيره في السن والله بيشتغلوا، بيبيعوا خضار، بيبيعوا فاكهه، بيلف بيبيع حاجات. ليه يا جماعه انتوا فين؟ ليه بقيتوا حابين الكسل كده؟ ليه بقيتوا حابين تسرقوا من بعضكم؟ ليه؟ ما كل واحد الله يبارك له في كل، برضه فلان غني فلان معاه، احنا مالنا؟ وما كل واحد ربنا بيديه اللي هو عايز، كل واحد على قد ما يمكن انت ربنا لو اداك فلوس هتفتري بيها وهتضغط في الارض، فربنا مش عايزك تفتري. فليه انتوا بتعملوا كده؟ ليه بتمدوا ايديكم في جيب الناس غصب عنك؟ يعني انا ابقى معايا فيزا، يعني كمان بيجح بتوري الناس الفيزا اللي انت معاك فيزا، وبتقول لهم الفلوس ما لقيتش فيها فلوس. سكتني طب كنت تقعد قدام المكنه يمكن ربنا ينزلك الفلوس تاني يوم. طب ما تيجي تاني يوم، طب ما تروح ماشي ايا كان ما كنت يعني. واحتمال يكون كان سارقها. لا اله الا الله. ليه يا جماعه انتوا ما فيش في قلوبكم رحمه؟ واللي راح تولد يا ولدي لسه في ايه؟ لسه قاعده من البنزينه. هات مول العربيه يا ريتك حتى مثلا يعني بص بقى حرق الدم، يا ريت مثلا بيقول اديني اروح اولدها، لا ده اديني عشان امول العربيه. ما ان شاء الله ما اتمولت ولا عنها اتمولت يا شيخ وانت ولدها. لا بقى وانا راكبه في الميكروباص لقيت واحد استنى اروح موقف العربيه وراح ناطط بقى راكب في العربيه. يا جماعه لو سمحتوا ده صاحبنا لسه عامل حادثه دلوقتي اهوت، واحنا بنلم له عشان ندفنه وعشان نعمله بعد الله. نعم يعني ما في العزاء قاصر على الطرق، لازم تعملوا عزاء وما فيش عزاء للسيدات. انا بعمل حاجه في الشنطه وما فيش صح. طب قولي حضرتك عايزه افكر في الكليك، قلت لها شكرا حضرتك كان معيش فلوس اصلا. طب يعني ما فيش العزاء قاصر. طب ما تذيع زي ما خليك قلت مثلا على قد العزاء على قد يعملوا عزاء تروح تلف تشحت من العربيات يعني عشان تعمل له صوان يعني. لا ده هو دي حجه عشان يشحت، عشان ياخد فلوس يروح يشرب بيها، الله اعلم بيشرب ايه ولا بيعمل ايه. ربنا يهدينا يا رب يهدينا. يا جماعه ما بعدنا ليه عن ربنا كده؟ البني ادمين ليه بعدوا عن ربنا؟ حتى لو في واحد محتاج ليه تنزل وتزن نفسك لاي حد؟ ما تطلب من ربك، اطلع اشتغل، اطلع من اي حاجه. من ربي وانا قاعده في البيت؟ لا لازم اطلع واشتغل، لازم اي شغلانه والله العظيم ما فيش حد يستعر من اي شغلانه يشتغلها. وبعدين فين الدعوه اللي ربنا سبحانه وتعالى اللهم اكفني بحلالك عن حرامك؟ ايه فضلك عمن سواك. ايه يا جماعه في ايه؟ احنا ليه بقينا كده وحشين مع بعض؟ ولينا بقينا وحشين مع نفسنا. طب ازاي موقف ان لما انا اشوف واحده منقبه دلوقتي وبتشحت وبعد ما تخلص تنزل تقلع النقاب، موقفها ايه لما انا اشوفها في الموقف ده وهي بتعمل كده بالطريقه دي؟ والله كانت راكبه مع جوزي يقول لها يعني ايه ده؟ تقول له ده شغلي. شغلك ان انت تسرقي، مش اسمها تشحت، تسرقي الناس. طب ما تطلعي تمسحي سلالم كنيسه، اعملي اي حاجه، وده شرف ليكي ان انت بتشتغلي بعرق جبينك كده، بتشقي وبتتعبي في اللقمه اللي انت بتجيبيها، ربنا يبارك لك فيها. انا كنت عايزه اقول للراجل اللي معاه الفيزا طب اديني الفيزا انا اقبض لك. ده انا كنت اروح اقبض لك. اديها ليا والنبي يا اخويا. اديها لي سلف زي ما انت بتاخد مني فلوس كده وتقول لي اديني، كنت اقول او اللي هي بتولد دي. بلاش يا جماعه ننتجر باسم الدين. بلاش نستغل ديننا ونستغل اسلامنا، بلاش نستغل نفسنا. في ناس كتير بقت ما بتطلعش فلوس، بتقول لا ده اكيد كلهم حراميه. ايوه في بس بسبب اللي الناس بتعمله دون حرمتوا ناس كانت بتطلع فلوس بطلت تطلع. بس انا بصراحه يا جماعه انا مناقضه نفسي، لان بيبقى في ناس فعلا ممكن تكون محتاجه مش قادره تشتغل
اقول ايه، بس في ناس كتير بشوفها شباب قادره تشتغل، قادره تطلع تشتغل. احنا بنتكلم كل الناس اللي هي عامله الشهاده دي شغلها. بلاش، حرام عليكي، خدتي ذنب ناس كتيره قوي محتاجه في رقبتك او في رقبتك. في يعني مثلا انا معايا فلوس وشايفه ان ده معاه الشحاته دي شغلانته مش هتجيله، يبقى هقول الكل، يبقى يعني انت او انت خدتي ناس كتيره محتاجه في رقبتك كده، ان انا مش هطلع بقى، انا بقيت محتاره اطلع لمين، اطلع لما انا مش عارفه انت محتاجه او مش محتاجه. يعني حرام عليكم يا جماعه، ارحموا نفسكم وارحمونا معاكم، وارحموا الناس برضو الغلابه، عشان في ناس برضو بجد والله العظيم محتاجه اللقمه، محتاجه الهدمه، محتاجه المأوى، غير الناس اللي عماله تشحت دي. وطلب اخير مننا، يا ريت انت لما تلاقي واحد شباب او بنت قادره تشتغل او ست قادره تشتغل ما تديهاش فلوس، لان انت هتشيلي ذنبها وهتخليها تزيد في اللي هي فيه. انا بتكلم للشباب، يعني ممكن تنصحيها بالادب، يعني مش برضه ان انا انصحها بقله ادب، لا، ان انا انصحها بالادب او انصحها بالادب. لا الناس تبقى اسلوبها وحش يا ام فارس. ما ممكن برضه اقول لها كلمه لا ما الناس دي مش بتقبل حاجه، دي بتبقى ناس اسلوبها وحش جدا. فانا رايي ربنا يرحمنا ان احنا نعمل الجميع. مقاطعه للناس دي، ان احنا ما نديهاش فلوس. ناس انما راجل كبير في السن او واحده ست كبيره يا عم ايه، يعني مش برضه شوافين برضه البني ادم واحد عنده نظر، مش هلاقي واحده وبقى في احساس راسها وايديها ورجليها وماشيه وهي شكلها بسم الله ما شاء الله صحتها تجر قطر وراها، وان انا رايحه اديها لله. لا، انا بيتي وولادي اولى. انا ممكن اروح اشوف واحده بتربي ايتام هديها الفلوس دي، هي اولى. ايوه طبعا صح يا جماعه. اما مش هروح ادي واحده في الشارع عيله صغيره ممكن 20 ولا 30 سنه. الحاجات دي احنا شفناها بنوصلها لكم. اي واحد تحسوا ان هو مثلا او انتوا البني ادم شواف برضو عنده نظر، فهمتوا او حسيتوا ان هو مش محتاج، مش عيب ولا حرام، ما تديهوش. عايزه تنصحيه انصحيه بالادب، مش عايزه تنصحيه خلاص براحتك. ويا ريت يعني بقول برضو للناس اللي بتعمل كده، اكيد هما معاهم تليفونات طبعا وبسم الله ما شاء الله وكل حاجه، بلاش اللي انتوا بتعملوه ده، وانا عشان خدتوا في ذنبكم ناس كتير قوي محتاجه. ما تنسوش الاشتراك في القناه، والله دعمونا قد ما تقدروا. لا لسه حاجه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.